ونبقى مع الطقس، حيث تشهد الجهة الشرقية من البلاد موجة برد شديد خاصة في المناطق الجبلية، ومما زاد من معاناة المواطنين في هذه المناطق غياب التجهيزات الأساسية لفك العزلة عليهم. والتفاصيل في روبورتاج عبد الحميد مرابط. مع تغير أحوال الطقس والانخفاض الملموس في درجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية، كما هو الأمر هنا بدوار تيسيروين الواقع على علو يفوق 1000 متر بجماعة العوينة القروية بإقليم جرادة، شرع السكان في إعداد احتياطهم الاستراتيجي من مادة الحطب التي تستخدم أساسا في طهي الطعام واتقاء قسوة البرد في فصل الشتاء. كنخرجوا على 8 من 8 ما غادي نوليو لا وجواه الوحده. هي بارده بزاف، بارده كاع، واخا الصيف بارده، يكون هنا الثلج، يكون الجليد، تكون النو، ضبابه طيح، ما غاديش تقعد علينا سيمانه عاد وتطير تمشي. قسوة البرد تلزم السكان بالبقاء في منازلهم أو خيامهم والتعلق حول مواقد الحطب لبعث الدفء في أشام الصغار والكبار، خاصة بعد أن أمضوا فصل شتاء قاسنا الموسم الماضي. هذا المشتى اللي فات علينا هذا العام اللي داز واعرة، فهمت ولا؟ 4 شهور وحنا في الشتاء، ما دار عندنا لا ربيع ولا زرع ولا والو ولا كسبة عاشت. هذه المنطقة الواقعة على بعد 12 كيلومترا عن مدينة جرادة يقارب بها معدل الفقر 30%. افتقارها إلى البنيات التحتية الصحية يفاقم من معاناة الساكنة. المنطقة تاع تيسيروين عالية شوية وفيها البرد، كي مرضونا الدراري ديالنا ونديهم كاين 15 كيلومتر ما بيننا وبين الطبيب. تكثيف عمليات الاحتطاب من الغابات المجاورة في مواكب جماعية أضحى منظرا مألوفا في هذه المناطق القروية لمقاومة قساوة البرد.